مين هو محمد علي بن رمضان؟ ده واحد من أنظف اللعيبة في نص الملعب اللي شافتهم الكرة التونسية في آخر كام سنة. مواليد 99، يعني لسه صغير وعنده كتير قوي يقدمه. بدأ مع نادي الترجي التونسي. النادي ده عشان تدخله لازم تكون تقيل، وأول ما لبس تيشيرت الترجي قال أنا أهو لاعب وسط ملعب. إنما إيه ده، من النوع اللي بيقطع وبيباصي وبيشوط، يعني نص ملعب مهاجم ولا أروع. كسب مع الترجي كل حاجة تقريبا. دوري التونسي خده 4 مرات، كاس تونس خدها، طب والسوبر موجود في الدولاب. ومش بس كده، ده دخل منتخب تونس من أوسع الأبواب، شارك في كاس العرب وكاس الأمم، ولعب ضد فرق تقيلة. كتب اسمه وسط ناس تقيلة بتعرف تعمل الفرق في الماتش. في يوليو بقى سنة 23 قرر بس إن هو يغير جو، ساب الترجي وطار على أوروبا ووقع مع نادي فرانكفورت المجري. على فكرة ده النادي الأشهر في المجر، يعني دخل الدوري الأوروبي رسمي، بقى بيلعب مع كل الجنسيات. ودي كانت خطوة مهمة جدا ليه علشان يجرب مدارس كورة مختلفة ويستوي كده. فلو ما كنتش تعرفه، هو ده محمد علي بن رمضان. ما كانت وسط ملعب تونسية بتشتغل 90 دقيقة من غير راحة، وهو ده لاعب نص ملعب الأهلي الجديد. لسه ده اللي جاي أحلى وأحلى. ما تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناة. وده آخر الكلام. سلام.